السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب سنة تالتة اعدادي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنحل الامتحان التاني من الامتحانات المهمة جدا جدا. تمام، يلا بينا نبدأ. يلا بينا. ايه ده؟ استنى انت وهي. اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصل لكم باقي الامتحانات المتوقعة. تمام، عملته تمام. يلا بينا نبدأ، يلا بينا. وعندنا السؤال الأول. الخريطة بيقول لك أمامك خريطة لقارة أفريقيا، اكتب ما تدل عليه الأرقام التي عليها. 1. نهر النيجر. 2. البحر الأحمر. 3. هضبة تبسيستي. 4. جبال داركنزبرج. جميل. خش على بما تفسر تشابه إقليم المناخ المداري والموسمي. هقول له حيث يتميزان بارتفاع الحرارة وسقوط الأمطار الغزيرة عليهما صيفا والجفاف شتاء، وتنمو بهما حشائش السافانا. جميل. 2. امتداد جميع الأقاليم المناخية في قارة آسيا. ليه؟ هقول له بسبب كبر مساحتها ومرور عدد كبير من دوائر العرض بها. جميل. 3. كثرة الموانئ الطبيعية على سواحل أوروبا. هقوله بسبب كثرة تعريج سواحل قارة أوروبا وكثرة الجزر بها. جميل، هنخش على السؤال التاني. ألف. كان الاستقرار الإنسان في البيئات المختلفة وتأثره بها سببا في نشأة السلالات البشرية المختلفة في ضوء العبارة أجب عما يأتي. 1. ما مدى صحة العبارة السابقة؟ هقول له العبارة صحيحة حيث اختلفت الصفات الجسمية الخارجية للإنسان نتيجة استقراره في بيئات مختلفة، فمنهم من يتمتع بالبشرة الداكنة والبشرة الصفراء والبشرة البيضاء. طيب، خش على 2. قارن بين السلالة السوداء والسلالة الصفراء من حيث الصفات الجسمية. هقول له السلالة السوداء تتميز بالبشرة الداكنة والشعر الأجعد والشفاه الغليظة والأنف العريضة. أما بقى السلالة الصفراء تتميز بالبشرة الصفراء والعيون المنحرفة والشعر الأسود المسترسل. طيب، خش على 3. برهن على صحة العبارة الآتية. لا يوجد في العالم الآن ما يعرف بالسلالة النقية إلا في مجتمعات محددة. هقوله اختلطت وانصهرت السلالات في بعضهما نتيجة الهجرة بين القارات، فلا توجد سلالة نقية غير في بعض المجتمعات البدائية، مثلا بعض الزنوج قصار القامة في حوض نهر الكونغو وصحراء كالهاري. وتاني، والهنود الحمر في غابات أمريكا الجنوبية وجبالها. وتاني، والاستراليون الأصليون والإسكيمو في صحراء التندرا شمال كندا. طيب، هنخش بعد كده على اكتب المصطلح الذي تعبر عنه كل عبارة من العبارات الآتية. دولة تتكون من جزيرة أو أكثر، أو قد تكون جزء من جزيرة. طبعا هنقول له الدول الجزرية. 2. علم دراسة السكان، هقول له الديموغرافيا. 3. دراسة عدد ونسبة كل مجموعة من سكان المنطقة وفقا لفئات عمرية محددة، هقول له التركيب العمري. 4. في المصطلح ناتج الفرق بين معدلات المواليد والوفيات، هقول له الزيادة الطبيعية. كده خلصنا الجغرافيا في الامتحان، وهنخش على ثانيا التاريخ. ألف. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة مع التصويب. ركزوا يا شباب ويا بنات، كلمة التصويب ده عشان ما تنساش، عشان ما تبقاش عامل الإجابة صح وتاخد نص الدرجة. 1. سقطت مصر في يد العثمانيين عام 1516. هقول له خطأ، سنة 1517 ميلاديا. طيب. 2. تم عقد اتفاقية العريش بين العثمانيين والفرنسيين عام 1800. أقول له صح. صواب. كان للزعامة الشعبية دورا مهما في تولية محمد علي
حكما على مصر عام 1805؟ أقول له صح. 4. أنشأ مصطفى كامل حرب الحزب الوطني عام 1900؟ أقول له خطأ، عام 1907. بعد كده نخش على ماذا يحدث إذا: 1. لم يقم محمد بيك أبو الدهب بخيانة علي بيك الكبير. هقول له كانت نتيجة حركة علي بيك الكبير واستقلت مصر من الدولة العثمانية. 2. لم يتم تحطيم الأسطول الفرنسي في موقعة أبو قير البحرية عام 1798. هقول له كانت فرنسا نجحت في فرض سيطرتها على البحر المتوسط وتكونت إمبراطورية كبرى، ولم تتقطع الصلة بين الحملة ودولة فرنسا، ولم تتوقف حركة التجارة الخارجية لمصر، ولم يفرض نابليون الضرائب على المصريين، واستمرت الحملة الفرنسية فترة كبيرة في مصر. طيب هنخش على السؤال الرابع. بدأت الحركة الوطنية نتيجة لتغلغل النفوذ الأجنبي في مصر ماليا واقتصاديا وسياسيا. في ضوء هذه العبارة وضح موقف الزعيم محمد فريد من مشروع مد امتياز قناة السويس. هقول له عارض محمد فريد مشروع مد الامتياز ونجح في إجبار الحكومة على دعوة مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية لمناقشة الطلب، مما أدى إلى رفض طلب الشركة مد امتياز قناة السويس. طيب هنخش على 2. عوامل قيام ثورة 1919. هقول له 1. نمو الوعي الوطني عند المصريين. 2. ادعاء بريطانيا وحلفائها أنهم تحارب من أجل حرية واستقلال الشعوب. 3. الإجراءات العنيفة التي اتخذتها بريطانيا في مصر أثناء الحرب العالمية الأولى. 4. إعلان الرئيس الأمريكي ويلسون مبادئ الصلح 14 ومنها حق الشعوب في تقرير المصير. طيب 3. أهم مطالب الجيش والأمة التي طلب بها عرابي في مظاهرة سبتمبر 1881. هقول له 1. إسقاط وزارة رياض باشا المستبدة. 2. تشكيل مجلس نواب على النسق الأوروبي. 3. زيادة عدد الجيش إلى 18,000 جندي. ب. ما الدروس المستفادة مما يأتي؟ 1. سياسة الإسراف التي اتبعها الخديوي إسماعيل في مصر. هقول له 1. أن الاقتراض من الخارج يؤدي إلى أزمات مالية وزيادة التدخل الأجنبي والاحتلال السياسي والعسكري. طيب 2. كفاح مصطفى كامل داخل مصر. هقول له عدم الاستسلام لليأس ومحاربته وكفاح الاحتلال ومقاومته. وكده خلصنا الامتحان ده، وانتظروا ان شاء الله باقي الامتحانات هننزلها قريب. وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان الناس يوصل ناس كتير وتستفاد منه، وتعمل اشتراك في القناة عشان تنزل لك باقي الامتحانات المهمة جدا. وكان معكم مستر سيد سليمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.